في الكام اسبوع اللي فاتوا اظن مفيش حد في مصر ما سمعش عن فيلم ولاد رزق رقم 3 القضية. ده معناه ان الفيلم كان ناجح جدا واتعمل له دعاية كبيرة. مثال صغير بس على كده، بنت اختي الصغيرة راحت في العيد مع اصحابها يتفرجوا على الفيلم في السينما. بنت اختي الصغيرة اللي هي عمرها 16 سنة. بصراحة لو كنت شفت الفيلم قبلها ما كنتش اخليها تروح، لان الفيلم مش مناسب للاعمار الصغيرة. فبشكل او باخر فيلم ولاد رزق وصل لكل بيت مصري، ولو عن طريق الدعاية اللي اتعملت له. فقلت لازم اعمل لكم مراجعة عنه. الفيلم زي ما انتم عارفين انتاج مصري سعودي، اتصورت اجزاء كبيره منه في مصر واجزاء في السعوديه. انتاج ضخم اتصرف عليه ملايين كتير قوي، بيجمع ما بين نجوم كبار ومشاهد اكشن معموله باحترافيه، واستخدموا كل الامكانيات الماديه والفنيه في انتاجه. الفيلم اخراج طارق العريان، وبطوله احمد عز وآسر ياسين وتايسون ونجوم تانية كتير.